بتقعد تذاكر محاسبة بالساعات وبرضه مش فاهم حاجة، تعالَ أقول لك إزاي تذاكرها ومش بس تنجح فيها، ده كمان تجيب فيها امتياز. أول حاجة لازم تعرفها إن المحاسبة مش حفظ، ده عبارة عن فهم زائد تدريب بإيدك. فتعالَ أقول لك إيه الsteps اللي تمشي عليها علشان تقفّل المادة وتجيب فيها امتياز آخر الترم. أول حاجة إنك تختار دكتور بتفهم منه كويس جدًا، ويا جماعة إحنا اتكلمنا في النقطة دي قبل كده إن اختيار الدكتور أمر مفروغ منه، لازم تختار الدكتور تكون بتفهم منه كويس، حتى لو مش في الsection بتاعك ما فيش مشكلة، روح section تاني وافهم من الدكتور اللي أنت عايز تفهم منه، لإن فهمك لأساسيات المادة بالذات أول سنة هيسهل عليك كتير أوي جدًا بعد كده. حاجة تكتب ورا الدكتور في المحاضرة، لازم في المواد اللي فيها فهم سواء كانت محاسبة أو غيرها إنك تطبّق بإيدك في المحاضرة، وأي حاجة مش فاهمها تسأل الدكتور عليها، لازم التطبيق. وبعد ما ترجع البيت لازم تالت حاجة تعملها إنك تنقل كل اللي أنت خدته في المحاضرة في الكشكول بتاع المادة، لازم كل مادة عندك يكون ليها كشكول، تكتب كل الأسئلة اللي أنت خدتها لإن المحاسبة هي عبارة عن أسئلة وتطبيق بس مش أكتر من كده، تكتب كل الأسئلة اللي أنت خدتها وتحلها مرة و2 و3 لحد أمّا تشوف أنت فهمت والّا ما فهمتش، في نقطة أنت مش فاهمها يا إما تسأل زميلك يا إما تستنى الدكتور المحاضرة الجاية وتسأله عليها، هو مش هيبخل عليك بأي معلومة. ومحاسبة معناها يعني حل كتير، تحل كتير وبإيدك مرة و2 و3 واعتمد أسئلة الدكتور وما لكوش دعوة يا جماعة بكلام السناتر وإن أنت تاخد محاضرات برّه الكلية بفلوس قد كده علشان إن أنت المادة ما ذاكرتهاش من أول الترم، لأ، محاضرات الدكتور بيكون فيها الخلاصة، الأسئلة بتيجي لك في الامتحانات ولو مش بالأرقام نفسها تلاقيها بأرقام مختلفة، لكن هو نفس السؤال، فأنت ما تصعبش عليك الدنيا، هو يا دوب ذاكر أسئلة من المحاضرات وخلاص. أول ما تفهم الأساسيات بالذات في المادة دي هتلاقي الدنيا بسيطة معاك، ولو في أي مصطلح فاهمه جديد لو أنت مثلًا English أو French في مصطلح مش فاهمه ادخل على اليوتيوب أو على ChatGPT، أول لمّا تدخل على اليوتيوب تكتب المصطلح اللي أنت مش فاهمه هييجي لك فيديوهات كتير أوي بيتكلم عن النقطة اللي أنت مش فاهمها، أو ChatGPT هيفهمك معناها بالتفصيل وكمان هيجيب لك عليها أمثلة عشان تفهمها. المحاسبة بتتفهم بالممارسة مش حفظ، وكمان ممكن أنت من أول يوم تخلّيها أحسن مادة وتكون عندك في الكلية، وممكن تخلّيها أكتر مادة أنت بتخاف منها، عن طريق إن أنت بتضبّط نفسك من الأول والّا لأ. كل ما هتحل بإيدك هتلاقي المادة لذيذة معاك. وبس كده، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وfollow وشير عشان غيرك يستفيد، واستنى الفيديو الجاي واكتبوا لي في الكومنتس حابين أتكلم عن إيه الفيديوهات الجاية في مواد إيه بالضبط يعني.